رجعونا تاني لستة واحد، رجعونا لذكريات ستة واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من ملعب محمود. وستة واحد، ستة واحد دي ماركة مسجلة من زمان قوي باسم الأهلي، النهاردة بترجع تاني وبتعمل نورها وبتعمل ضيائها وبتنشر النتيجة دي في كل الدنيا. ستة واحد، ستة واحد اللي كانت نتيجة الأهلي والزمالك 2004. حاجة يعني مش معقولة، حاجة تفرح، حاجة تخلي النادي الأهلي ينتشي ويرجع تاني لأيامه جميلة. بعد المباراة اللي كانت في كاس العالم للأندية مع باتشوكا، واحنا عندنا يعني عدم اقتناع بالفريق شوية، وعندنا مشاكل نفسية كتير قوي بين اللعيبة، ده خلى الدنيا مش واضحة. لكن النهاردة بصراحة 6-1 غطت على كل الدنيا تاني، ورجعت الثقة ورجعت الأحلام تاني إن احنا نحصد البطولات. أنا كان ليا رأي والله مخالف طول الأيام اللي فاتت. أنا شايف فيه هجوم جامد جدا على الفريق، شايف هجوم جدا على كتير جدا على محمود الخطيب وعلى إدارة النادي الأهلي وعلى اللعيبة، والدنيا ظبطت. الاهلي يا جماعه في مباراه باتشوكا لعب مباراه عاليه جدا جدا جدا. الاربع اشواط ما كانش الفريق المكسيكي ليه اي خطوره على مرمى النادي الاهلي، وكان كبسه على طول في نص ملعب باتشوكا. فمعنى كده ان الفرقه حلوه والعناصر كويسه. الموضوع جه في ضربات الجزاء حظ. ضربات الجزاء حظ يا جماعه، 100% مليون في المية حظ. هنقول ليه السوليه ما شاطش، ليه كهربا تقدم وشاط، ليه؟ الموضوع كله نصيب. في حظ، كرة القدم فيها حظ بنسبة عالية جدا. طب النهارده مثلا شباب بلوزداد يستاهل ان هو يتغلب 6؟ فرقة عالية جدا وفرقة كويسة جدا، لكن حظها النهارده وحش. لا عرفت تسجل، وكل كرة تتشاط في الجون تيجي جون. معنى كده ان الموضوع فيه حظ، وحظ كبير جدا. الحظ ما كانش واقف مع النادي الاهلي، عشان كده طلع بضربات الجزاء. لكن الفرقه فرقه حلوه جدا، والعناصر كويسه جدا، وما عندناش نقص، وما عندناش احتياج لاي مركز من المراكز ان احنا نجيبه. كل الحاجه يا جماعه والله اللعيبه في منتهى الجمال، وجيل رائع جدا جدا ومش هيتعوض. الناس بقى عندها لياقه، عندها اندفاع، عندها قوه، عندها تصميم، عندها كل اسباب النجاح وكل اسباب الفوز موجوده في لعيبه النادي الاهلي الحاليين. احنا مش عايزين حد من بره. صفقات يناير ومستنيين صفقات يناير، والخطيب ما بيجيبش ليه، والخطيب بخيل، والخطيب ما بيعمل ابدا. احنا عندنا لعيبه وعندنا فريق مكتمل. احنا بس الموضوع حظ، نصيب. لما ربنا بيريد حاجه بيريد. احنا ما بنعملش كل حاجه بمزاجنا، ولا كل حاجه بتيجي على هوانا في الدنيا. نصيب ربنا ساعة ما بيقدر خلاص. فالمفروض ان احنا ما نفقدش صوابنا بقى لما يحصل حاجه زي كده. ما نفقدش صوابنا، ما نقعدش نلطش بقى، ما نقعدش نخبط في الناس، ما نقعدش نعيب في الناس، نقعد نلخبط في الناس. لا، الناس ما لهاش ذنب خالص، الناس عملت اللي عليها، لكن هو ده قضاء ربنا. ربنا شاء، يعني قدر وما شاء فعل. فطلعنا من بطوله، ما فيش مشكله ابدا. النهارده كان فيه اهتزاز شويه في خلال الشوط الاول. شباب بلوزداد احرز هدف اول، لكن بعد كده النادي الاهلي فاجئه عاصفه شديده من الاهداف. 6 اهداف كامله عشان المباراه تنتهي 6-1. نيجي نتكلم واحده واحده بقى من اول المباراه. النهارده مارسيل كولر اختار تشكيل مكون من محمد الشناوي حارس مرمى. رجع محمد الشناوي تاني، بس محمد الشناوي يا جماعه بصراحه بيفكرني دلوقتي بشريف اكرامي في اخر ايامه. يعني محمد الشناوي الكره كانت طالعه بره، قام ماسكها ومدخلها جوه. يعني فكرني بشريف اكرامي كده شويه، فالشناوي المفروض ياخد باله شويه. محمد الشناوي حارس مرمى. خط ظهر خالد عبد الفتاح باك يمين، يحيى عطيه الله باك شمال. في النص رامي ربيعه، واشرف داري رجع تاني. اشرف داري المغربي اللي اول مباراه يلعبها رسميه كامله من اول ما جه النادي الاهلي. خط الوسط اكرم توفيق يمين، عمرو السوليه في الوسط، مروان عطيه. خط الهجوم رضا سليم يمين، الشحات شمال، وسام ابو علي الهداف الهاتريك راس حربه. المباراه بدات بدايه فيها ضغط من الشباب بلوزداد. عندهم اللياقه البدنيه عاليه جدا، عندهم المهاجمين عندهم سرعه جنونيه بصراحه، عندهم لياقه بدنيه عاليه جدا، الجانب البدني عندهم عالي. كان اول حاجه في الدقيقه 12 تسلل غير صحيح على الاهلي. الحكم احتسبه مش عارف ازاي، هو خد برايه حامل الرايه، لكن كان تسلل غير موجود على الاطلاق. في الدقيقه 21 هدف. الكوره جت في ايد الشناوي ودخلت زي ما قلت لحضراتكم. الجون ده بيفكرني من الاهداف اللي كانت دخلت في اكرامي. وحارس المرمى يا جماعه
مهم جدا 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 في احراز البطولات. احنا ايام شريف اكرام لما كان موجود ما خدناش بطوله افريقيا، كنا نيجي قبل النهائي المباريات اللي هي المهمه وكنا يدخل فينا اهداف اي كلام كده وكنا نطلع. من اول ما جه الشناوي ومصطفى شوبير، مصطفى شوبير هو اللي واخد البطوله اللي فاتت لما ما دخلش اهداف في خالص 6 مباريات، وفي نفس الوقت مفيش هزيمه خالص. حارس المرمى يا جماعه بيتعرض لاختبارات ان ما كانش قدها الفرقه بتقع. حارس المرمى مهم جدا جدا جدا، وهو السبب المباشر في احراز اي بطوله. النهارده الشناوي كان غير موفق تماما في الكره الاولانيه. عبد القادر مزيان خد الكره من ناحيه الشمال وسرح بيها سريع جدا، عرضها دخل فيها محيوس برجله اليمين، كانت الكره طالعه بره اساسا. الشناوي قام واخدها وقام محولها جوه المرمى، سجلوا الهدف الاول. في دقيقه 35 انذار للاعب بولزداد اللي هو نوفل الخاسف في الدقيقه 35. في الدقيقه 36 كوره لاسامه ابو علي داخل المنطقه من عمرو السوليه، شاطها ضعيفه في ايد الحارس. في الدقيقه 39 من اكرم للشحات، شاطها بعيده فوق العارضه. في الدقيقه 42 بيرسي تاو نزل بدل رضا سليم المصاب. رضا سليم كان نازل، مش عارف رضا سليم لما بياخد فرصته بينزل اساسي برضه، اكنه كولر فاهم يعني ايه رضا سليم وفاهم مستوى رضا سليم وشايف رضا سليم في التدريبات، لان كده احنا ما بيناش نظلم كولر، هو فاهم وهو عارف وهو ادرى باللعيبه اكتر مننا. رضا سليم نزل ما عملش حاجه، وجه اتصاب في الدقيقه 42 وخرج بره ونزل مكانه بيرسي تاو. في الدقيقه 45 قذيفه من مروان عطيه بتطلع خارج المرمى. نيجي بقى في الدقيقه 48 وفي اخر ثواني من الوقت البدل الضايع في الدقيقه 48 من الشوط الاولاني، وسام ابو علي بيجيب هدف ولا اجمل ولا احلى. الكره من الشحات جت في رجل لاعب بولزداد ورجعت ل وسام ابو علي القناص، حط فيها رجله، حطها في نص الجون فوق الحارس، محرزا هدف التعادل واللي كان مسك الختام للشوط الاولاني. ولو ما كناش جبنا الهدف ده في نهايه الشوط الاولاني اشك كتير ان النتيجه كانت توصل للريكورد اللي احنا وصلنا له ده، لان كان الاهلي طول ما هو مهزوم 1 كان النفسيه 0. الاهلي اتعادل في الدقيقه الاخيره او في الثواني الاخيره من الشوط الاول لينتهي الشوط الاولاني 1-1. جينا في الشوط الثاني بقى مارسيل كولر ربنا يهديه كده على طول ويفضل مصحصح معانا، لانه ساعات بينام خالص في التغييرات. النهارده الراجل كان واعي جدا وناصح، وجه في اول الشوط الاولاني نزل امام عاشور بدل خالد عبد الفتاح، والتغيير ده ضرب بيه تغييرين. خلى اكرم توفيق راح باك يمين، وخلى امام عاشور في خط الوسط. كده زود لعيبه خط الوسط الهجوميين. عندنا امام عاشور لاعب بيهاجم، اللاعب اللي طلع خالد عبد الفتاح باك، نزل مكانه اكرم توفيق، رجعه باك لان اكرم توفيق مدافع بالسليقه. يعني اكرم توفيق هو طبعه ان هو مدافع، رجعه ونزل مكانه امام عاشور. كده عمل تغييرين في تغيير واحد. امام عاشور من ساعه ما نزل وهي الدنيا احلوت قوي، وكمان بيرسي تاو كان نازل في نهايه الشوط الاولاني. بصراحه هما الاثنين قلبوا المباراه راس على عقب. بعد التغيير دوت في شويه دقائق كده الاهلي فقد الكره كتيره في نص الملعب، بقى في ميس باس كتير من اللعيبه، مش عارف كان نتيجه ان هم متسرعين عايزين يجيبوا هدف، عايزين يفوزوا، عايزين يتقدموا، فكان في شويه تسرع لغايه ما وصلت الدقيقه 50 خطا لصالح امام عاشور من امام منطقه الجزاء. في الدقيقه 50 قعدوا بقى على بال ما يحطوا الكره وعلى بال ما يعدلوا او يعملوا، خدوا دقيقتين. في الدقيقه 52 وسام ابو علي بقى يا جماعه شاط كوره برجله اليمين مش ممكن. وسام ابو علي رجله متظبطه فيها ناشنكاه فعلا، الراجل شاطها برجله اليمين جت على يمين حارس مرمى شباب بولزداد محرزه الهدف الثاني للنادي الاهلي، والهدف اللي هو صح بقى النادي الاهلي وخلاه ليه نفس ان هو يكمل وليه نفس ان هو يستعيد خطورته تاني واللعيبه تستعيد لياقتها النفسيه من اول وجديد. اللاعب يا جماعه معظم او اي بني ادم في الدنيا اللياقه النفسيه مهمه جدا جدا بجانب اللياقه البدنيه. في الدقيقه 56 الهدف الثالث للاهلي برضو لسه بنقول يا هادي والحمد لله ان جبنا الثاني، قمنا جايبين الثالث على طول.
للشحات جت من بين اقدام الحارس، الكرة من وسام شاطها بترتد عشان الشحات يحطها برجله الشمال ما بين رجلين حارس شباب بلوزداد ليحرز الهدف الثالث وهدف الاطمئنان اللي خلانا بقى ايه نشم نفسنا ونقول ان النادي الاهلي كده ايه خلاص يعني قرب ان هو ياخد الثلاث نقط بتوع المباراه. في الدقيقه 59 تصدى الحارس لكورتين متتاليتين من الشحات، الكره ترجع الشحات يشوطها ترجع تاني، الشحات نفسه تاني يلحقها ويشوطها تاني والحارس يطلعها مرتين، الحارس يتصدى لكرة للشحات. في الدقيقة 68 بيصاب إمام وبيخرج. احنا قلنا بقى ايه في ناس فرحت فينا وفي ناس كده انه خرج وخرج على نقالة وبتاع، فوجئنا انه رجع تاني بيفكرنا بالفيلم القديم انها سليمة انها سليمة، رجع تاني برجله بيجري ولياقته حلوة ومفيش اي مشكلة عنده، ورجع تاني عشان يفرحنا بعد كده ويختم لنا المباراه ختمه حلوه. في دقيقه 73 شوطه من امام عاشور جميله بتمر بجوار القائم الايسر. في دقيقه 76 كوره من لاعب شباب بلوزداد ابعدها الشناوي من تحت العارضه، كوره كانت خطيره جدا، كان من داخل منطقه الجزاء وشاطها برجله اليمين قويه جدا، الشناوي ابعدها من تحت العارضه على طول. في دقيقه 78 كعب ملوش لازمه كده من الشحات فقد بيه الكوره، واحنا اتعقدنا من الكعوب اللي ملهاش لازمه من ايام ما كان يحيى عطيه الله عمله في ماتش السوبر الافريقي وضيع من علينا المباراه الهدف اللي جابه لاعب الزمالك المنسي. فانا متعقد من الكعوب اللي ملهاش لازمه دي. اللاعب ما دام كوره ملهاش لازمه ما يتفزلكش، يعني يلعبها لعبه صريحه وخلاص على اساس ما تعملش خطوره على مرمى النادي الاهلي. في دقيقه 80 كوكا نزل هو وكريم الدبيس. كريم الدبيس يا جماعه قماشه ثانيه، كريم الدبيس لاعب خطير جدا، لاعب محوري، لاعب عنده قوه جسمانيه ولياقه بدنيه هايله جدا، هو كان السبب في احراز الهدف الخامس. نزل كوكا وكريم الدبيس مكان عمرو السوليه والشحات. في دقيقه 81 شوطه صاروخ من امام بيصدها الحارس. في الدقيقه 84 شوطه من مروان عطيه بس بعيده. في الدقيقه 84 هدف رابع لوسام ابو علي. يا جماعه وسام ابو علي النهارده كان متالق متالق متالق، هذا احرز الهدف الرابع واحرز هاتريك كده، جاب الهدف الثالث تسديده، الهدف الثالث ليه والرابع للنادي الاهلي، تسديده من خارج المنطقه صاروخ سكنت شباك حارس شباب بلوزداد ليحرز الهدف الرابع. في دقيقه 86 بيرسي تاو الحريف عمل يا جماعه هدف كوره الدبيس خدها من ناحيه الشمال وعرضها، بيرسي تاو على طول نقرها حطها في الزاويه اليمين للحارس محرزا الهدف الخامس. بيرسي تاو لما نزل اللاعب ده يا جماعه انا احترت معاه بصراحه، اللاعب ده احنا الاهلي عايزه ولا مش عايزه، هيمشي ولا هيقعد؟ كل يوم نسمع ان بيرسي تاو ماشي. طب بيرسي تاو بيلعب واساسي وبيجيب اهداف، طب يمشي ليه؟ طب احنا لو مشيناه هنجيب زيه؟ هنجيب احسن منه؟ اشك. بيرسي تاو لاعب كويس جدا، لاعب عايز معامله خاصه، المفروض ان النادي الاهلي يستفيد بمهاراته. ان الراجل النهارده نزل مع امام عاشور غير المباراه خالص واحرز الهدف الخامس. في الدقيقه 87 كهربا كان بامكانه يجيب هدف ونزل مكان وسام ابو علي في الدقيقه 87، وكان ساعه ما نزل على طول كان في كوره انفراد كان ممكن يجيبها وكانت هتبقى حكايه بصراحه. انا فرحان قوي ان كولر نزل النهارده كهربا عشان يستعيد الثقه ويستعيد ثقته بنفسه، لان بعد ما ضيع ضربه الجزاء قدام باتشوكا واحنا عمالين نازلين في هاري، الراجل كان شايطها وهي قدر الله ما شاء فعل. الموضوع هو مش بايده ان هو يخسر كوره ومش بايده انه يخسر مباراه. ففرحان قوي ان هو رجع واثبت نفسه برده ولعب الدقائق ديت، وفي كوره كانت خطيره بالنسبه له. في الدقيقه 88 كوره خطيره من كهربا بيصدها الحارس. في الدقيقه 93 بقى واحنا بنقول هنخلص وهنمشي امام عاشور بقى بياخد الكوره من نص الملعب من ناحيه الشمال وبيشرخ بقى وبيقعد يتلاعب بخط الظهر بتاع شباب بلوزداد كله، شباب بلوزداد الجزائري، وبيجي قدام منطقه الجزاء وبيشوط صاروخ في الحته الفاضيه على شمال الحارس بيحرز الهدف السادس عشان المباراه تنتهي 6-0 6-1 نتيجه زي ما قلت لحضراتكم في الاول خالص، نتيجه النادي الاهلي بيحبها جدا، جمهور النادي الاهلي بيحبها من يوم هزيمه نادي الزمالك 6-1، وكانت ايامها فريق الاحلام بالنسبه للنادي الزمالك، ورغم كده النادي الاهلي فاز على 6-1. النهارده بيكرر النتيجه الحلوه ديت اللي هي فعل حسن
ان شاء الله المباراه الجايه مع شباب بلوزداد في الجزائر نحرص. الفرقه دي مش ضعيفه، الفرقه دي مش هينه، الفرقه دي قويه جدا، بس هو زي ما قلت لحضراتكم في حظ بيقف مع الحظ، ساعات يقف مع البني ادم وساعات بيوافيه الحظ. الحظ كان معانا النهارده، نتمنى ان يكون معانا كمان في المباراه الجايه شباب بلوزداد. النهارده احنا كده وصلنا ل7 نقط، عندنا فوز وتعادل وفوز، 7 نقط. شباب بلوزداد وقف عند 3 نقط زي ما هو. ان شاء الله نفوز المباراه الجايه كمان، وتبقى كده وصلنا ل10 نقاط. كده هيبقى احنا يعني فاضل لنا نقطه او 2 ونضمن التاهل، وبعد كده نلعب بقى على مزاجنا المباراتين الجايين. بنقول مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك لكل ما هو اهلاوي. ودايما النادي الاهلي مفرحنا، ودايما النادي الاهلي حاططنا فوق 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 في البطولات الافريقيه والعالميه والمحليه، ودايما الاهلي مفرح جمهوره ومفرح نفسه. نشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.